السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله عامل معاكم الغداء بتاعنا. النهاردة عملت كفتة مشوية ورز بسمتي وسلطة بصل بالبقدونس. عملت سلطة طحينة وبطاطس مقلية وكده والحمد لله. نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. دي طريقة الكفتة المشوية، ممكن تعمليها في الصينية، ممكن تعمليها على الفحم عادي براحتك. معايا هنا ده نص كيلو لحمه، نزلت عليه ببصله متوسطه وشويه بقدونس صغيرين بس مفرومين كده ناعم. وهنا دي نص بياضه بيضه، هي الكيلو اللحم بياخد بياضه بيضه، انما دي بتاخد نص بيض. كان ممكن ان احنا نضيف ليا بس انا ما ضفتش ليه، هي اللحم فيها دهون فانا ما حبيتش ان انا اكتر الدهون قوي، خصوصا ان انا احط شويه سمنه بلدي في الاخر كده. هنا بقى هنضيف نص معلقه نشا، تمام، ورشه بيكنج باودر. بيكنج باودر بيحافظ ان الكفته ما تكشش وتفضل حجمها حلو. يعني شايفين على طرف المعلقه بس كده. طبعا بقى بهارات الكفته انا ما بحطش غير ملح وفلفل اسود بس، مش عايزين نضيع طعم اللحمه في حاجه تانية، يعني اي طعم بهار تاني هيطلع هتلاقي طعمه طالع، خصوصا الكفته المشويه لا مش بنضيف لها بهارات كتير. ورشه فلفل اسود، انا ما كترتش الفلفل الاسود عشان الاولاد وكده ما تبقاش حاميه عليهم بس. وبعدين هنعجنها بقى عجن كويس جدا، يعني المفروض انتوا تعجنوها بايديكم بس انا ما حبيتش اعجن بايديا وانا مش لابسه جلافز قدام الكاميرا. هنعجنها كويس جدا لحد ما تحس ان الانسجه كده دخلت في بعض، تمام. وانا هنا كنت لسه هضيف نص معلقه بس صغيره كده سمنه بلدي. السمنه بتديلها طراوه قوي برضو، يعني خصوصا ان مفيش ليا فنضيف السمنه، تمام. وبعد ما نعجنها كويس جدا زي ما اتعجنت قدامكم كده، انا بقى هضيف السمنه وبعد كده ادخلها التلاجة عشان اللحمه تتشمع كويس. المفروض اصلا ان انتي تكوني عامله العجينه من بالليل بحيث ان هي تتشمع ليله كامله لما تيجي ان انتي تشوي على الفحم عشان ما تقعش من السيخ وكده. انما انا هنا لا ما بيتهاش كتير، قعدتها تقريبا ساعه بس في التلاجة. ومعلش انا نسيت اقول لكم ان البصله دي متصفيه من الميه، ودي اصلا بصل ابيض فميتها مش كتير قوي، طلعت حاجات بسيطه كده. هدخلها بقى التلاجة تتشمع ونعمل حاجه تانية، اجهز السلطه بقى عشان تبقى حلوه كده. جبت هنا بصله، ودي بصل احمر علشان البصل الاحمر ده بتاع السلطه مش بصل ابيض. هقطعها بقى زي ما تحبيها، جوليان طويله كده او من الجهه التانية. وممكن تعملي اكتر من بصله، يعني انا عملت بصله بس هو طبق صغير كده مش بيتاكل كله، كمان بتتحط على الكفته كده مثلا في رغيف عيش ولا حاجه بتبقى حلوه. اللي هياكل برز اوكي، واللي مش هياكل برز ياكل بعيش ويحط السلطه دي عليها، بتدي طعم حلو قوي. زي ما شفتوا قدامكم هنا انا قطعت البصل وبعد كده هحطه في بوله اللي انا هحط فيها السلطه مع بعض يعني. وهجيب عودين بقدونس كده حلوين خضر واقطعهم، تقطعوا تقطيع بقى كبيره شويه صغيره شويه على حسب ما انتي حابه يعني، بس اكيد مش كبيره زي العود البقدونس اللي هناك ده اللي راح لوحده ده. بس كده هنزل بقى بالبقدونس على البصل، ونحط بقى شويه خل. الخل طبعا عشان ريحه البصل. هنا اول حاجه انا ضفت السكر، حطيت معلقه سكر كده حلوه مش كبيره قوي بس يعني رشه كده حلوه. وبعدين ضفت شويه ملح، وبعدين حطيت شويه خل. انا ما كترتش السكر هنا لان السماق كمان بيديلها طعم لاذع كده بتبقى حلو، والسكر بس عشان يعني يدبل بيبقى طعمه حلو، هي الخلطه مع بعض حلوه. ممكن انت تضيفي عصره ليمونه لو انت حابه. وبعدين ضفنا بقى الكينج بتاعنا هنا، ضفنا شويه سماق. وبعدين بقى نديلها تقليبه حلوه كده، البصل هيحمر كده ويبقى تبقى عسل. وهنركنها على جنب علشان تاخد وتدي مع بعض بقى لحد ساعه الغدا تبقى جاهزه. هنبدا بقى ان احنا نطلع الكفته ونصبعها بقى قبل الغدا على طول بحيث ان هي تدخل الفرن بقى تبقى تمام. هتجيبي سيخ، هتجيبي معلقه ودراعها رفيع كده،
مش هتجيبي اي حاجه من دي حابه تعمليها كده، بس هي التفريغ من جوه دي بتديها نفس الشكل بتاع الحياتي كده، بتبقى شكلها حلو، وكمان بتخلي تسويتها كويسه. شايفين ما شاء الله هي ما قعدت اتشمعت بس شويه صغيرين عشان هي ما فيهاش سوائل كتير، ما شاء الله عليها ماسكه نفسها اهو. جبت بقى الصاجه او الصينيه اللي هتدخل الفرن، وهبدا ان انا اصبع عليها بقى. تقدري ان انت تبلي ايديكي في ميه البصل او ميه عاديه، بس هي ما شاء الله هي الكفته معموله معايا حلوه، مش محتاجه اي حاجه. هنا بقى هنكون مشغلين الفرن على درجه حراره عاليه كده، ولو بقى هتعملي على الشوايه تكوني مولعه الفحم، بس انا عندي اطفال فمش بعرف اشوي على الفحم خالص. هنبدا نعمل الرز. انا عامله رز بسمتي نقعاه قبل ما ابدا اصلا. هنا هسخن حله فيها شويه زيت، واحط حبهان وقرفه ولومي، لو عندك ورق لوري تمام، بس انا ورق اللوري ده بنسى اجيبه خالص. لازم نشوح البهارات اول كده عشان ريحتها تطلع وتدي ريحه حلوه للرز اصلا، تمام. فهو ياخد تشويح قبل ما ننزل بالبصل. هنشوح البهارات كويس، نشوحها مش نحرقها، يعني في فرق. هنشوحها شويه بس صغيرين. وهنكون بقى فرمين بصله حلوه متوسطه كده. عامه البصل بيدي طعم الرز حلو قوي، يعني حتى لو كترتي شويه فتمام، هو بيبقى طعمه حلو. زي ما انتوا عارفين الطبخ ده يعني ملهوش اساسيات، انتي حابه تزودي حاجه زوديها، تقللي قللي براحتك. هنقلب البصل كده لحد ما يدبل شويه صغيرين، وبعدين ننزل بقى بمعلقه كركم. وهنا بس مكعب مرقه، يعني انا ما حبيتش اكتر المرقه شويه. لو انتي حابه اللي هو زي الرز بتاع المطاعم بره تحطي مثلا مكعبين، بس انا نزلت مكعب واحد. هديله تقليبه وبعدين هنزل بالرز. الرز هنا مغسول ومنقوع زي ما قلت لكم، منقوع في ميه سخنه مغليه. نزلت بالرز، وهكون برضو بغلي ميه علشان احطها عليه. انا اي تعامل مع الرز بغلي له الميه على طول. هقلبها تقليبه كده في البهارات، ما تقلبيش كتير عشان الرزايه ممكن تتكسر منك. الرز البسمتي ما بيحبش التقليب اصلا. بس هنا بقى هنزل بالميه المغليه لحد بس اما تغطي الرز كده، مش عايزينها يعني انا ممكن اقولك كل كوبايه رز حط لها كوبايتين ميه، لا يعني انت بس غطي الرز بشويه صغيرين كده عشان يطلع الرز مفلفل وحلو. شايفين؟ لان الرز البسمتي ده انواع كتير، يعني مش قاعده بقى ان كل شويه احط له كذا. بس خلاص لحد ما الميه تغلي هدي النار عليه وانقله على اللي هي الصغيره. معلش نسيت طبعا هنظبط الملح، وانتي بتظبطي الملح خدي بالك ان انتي حاطه مرقه. شايفين هنا ما شاء الله الرز اتعمل ومفلفل جدا ازاي. شايفين كل رزايه لوحدها. زي ما قلت لكم ما نقلبوش برضو، يعني هو انا بس بوريه لكم، وبعدين بقى نبقى نشيل البهارات دي وساعه التقديم. هنا الكفته طلعت، شايفينها ما شاء الله جميله وطريه قوي. اتمنى ان الغدا النهارده يكون عجبكم والطريقه تكون سهله وبسيطه. وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. طبعا اهم حاجه ان انتوا تشتركوا في القناه عشان تشجعوني كده ان انا انزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله. مع السلامه.